أحد دروس عن نصيحتك في الإخوان والأخوات اللي يقطعون بينهم من بعض بأن لا تقطعوا واصلهم حتى ويقطعونه. نبي رأيك بارك الله فيك في البنات والأولاد اللي يقطعون في والدينهم مثلا لمضايقات، لمشاكل مثلا، الله المستعان الله المستعان الله المستعان. صحيح في العصر كثرة العقوق بشكل، احنا أذكر يعني في زمننا، طبعا أنا أكبر منكم كلكم يمكن إلا واحد بس، أبو عبد العزيز، أظني أكبر منك إلا أبو عبد العزيز. يعني دائما احنا مو عاجبين آبائنا، اللي فيكم قال كذا يا فيكم. أقول الله لو يطلع أبوي الحين شوف هذا وش يقول، شو يقول. شيء العقوق اليوم صار عجب عجاب والله يا أخوان. لما أجلس أنا مع ناس يعني من عمري من جيلي، شبه اتفاق عندنا أن السواق أحسن من الأولاد. سايق أول اتصال رد عليك على طول، بابا ما شاء الله، دق على ولدك، والله حاط على الصامتة، والله في النادي، والله كنت نايم، والله ما كان في شاحن، والله بعد 3 أيام ممكن رد عليك. لا وانت دق علي بعد 3 أيام، وين من 3 أيام رديت عليك؟ قال والله حاط على الصامت 3 أيام صامت. ما شاء الله هذا أبو هناد ألو على طول ما شاء الله. فصار شيء عجيب عند الناس يعني حقيقة. فأنا أعيذكم بالله من العقوق، والله ترى العقوق من أكبر الكبائر، مش من الكبائر، من أكبر الكبائر. قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور. البر أصبح قليلا جدا، وأنت لا يكفي أن لا تكون عاقا، يجب أن تكون بارا، لأن الله عز وجل أمر بالبر ونهى عن العقوق. يعني بعض الناس قد يكون ما عنده عقوق، لا يضرب والديه ولا يشتمهم ولا يرفع صوته عليهم، لكن طيب أين البر؟ وبالوالدين إحسان، يعني أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. تعمل حظر حق والدك، ما تحاكي 1 2 3. طيب مات الوالد بعدين، هذا مثل مرة صورة معبر والله، واحد يبكي أبوه ميت لافين بالبشت، يبغى سامحني، ميت ما يسمح، الحين سامحني، يوم ما تقول يبغى سامحني. فاسألوا من فقد والديه، والله شيء لا يعوض. عطنا واحد فقد والديه عوضه الله أبا آخر أو أم أخرى، ايش رايكم فيه؟ اسألوا. اللي ما جرب الله يخلي لك والديك، لكن والله ما يرجع الوالد ولا ترجع الوالدة. عيش في هذه السعادة العظيمة أنه أدركت أحد والديك، باب من أبواب الجنة. حضر على الوالد ما ترد عليه. إيش هذا مش آخر زمن، قربت القيامة، لا يقول بعدين يبون خليفة حق المسلمين كلهم. أي خليفة حق المسلمين؟ تعال شوف الوضع كيف. شوف المساجد لا تكاد تجد فيها طلبة متوسط وثانوي، منطقة فيها ثانويتين، فيها مدرستين 3 متوسط. مساجد ما فيها مصلين من المتوسط والثانوي إلا كم واحد، وين الباقي؟ تشوفون ترسل زحمة بداية الدوام ونهاية الدوام، وإذا جد المسجد ما في. ليش؟ مش مكتوب عليهم الصلاة؟ ترى 10 سنين وصاعد كلهم المفروض يروحون المسجد. شوف، لا بعضهم يصلي الجمعة والعصر يوم الجمعة ما يصلي. كيف هذا؟ كيف يبر والديه ما دام حتى الصلاة انفرط فيها؟ وكيف أنت تنتظر من والدك بر إذا أنت ما تأمر بالصلاة؟ التقصير كبير جدا في المسلمين اليوم، التقصير كبير جدا. الخادمات أحسن من البنات، بنت بس، الولد حش فائدته، مخالفات، تعال ادفع عني وعليه قرض ومعاشي ما كمل، فوائدها قليلة جدا. يعني ودك تكشخ فيه، ودك تشوفه، ودك ما في. لو تقول لك كلمة سواك حظر ما حاجيك، تعالي بس سامحني، سامحني، تكفى سامحني. يا ويلكم من الله يا العقوق، والله من أكبر الكبائر. اتقوا الله في أنفسكم يا عيال، اتقوا الله في أنفسكم يا بنات، اتقوا الله في أنفسكم. هذه أبواب من أبواب الجنة. الوالدين باب للجنة. رضا الرب في رضا الوالد. الوالد يعني الأم والأب اسمه والد، كما يقال العمران عن بكر وعمر، أو القمران عن الشمس والقمر. يقال الوالدان يعني من؟
الأم والأب. رضا الله عز وجل، رضا الرب في رضا الأب وفي رضا الأم. وين رايح؟ وبالوالدين إحسانا. الله المستعان. الله يتوب علينا وعليكم.